4. طيب عشان نختصر الوقت بس. أوكي. أي الآن اتجهت رفعت خطاب. رفعت خطاب. نعم. لأمارة منطقة مكة المكرمة، حولوا المعاملة إلى مكتب العمل. جميل. بدأت إجراءات التقاضي. بعد الجلسة الأولى أرسلوا لي على صندوق البريد الخاص بوالدي خطاب إنهاء خدماتي بتاريخ جديد، يعني في شهر 7، والخطاب في داخل الظرف بتاريخ 17/5 ميلادي. نعم. يعني بعد المشكلة بحوالي شهر ونصف أو شهرين إلا الآن كم لها منظورة؟ حندخل في التفاصيل. سنة ونصف. طيب خلني الدكتور فؤاد معي، وهو محامي قضية الأستاذ عادل المحروقي ورئيس أيضا لجنة المحامي مكة المكرمة. الدكتور فؤاد يعني سنة ونصف تقريبا، وهو ربما يعني على الأقل جزء من مشاكل كثير من العمال والمواطنين اللي يتقاضون أيضا في ضمن يعني على الأقل إجراءات تقاضي قد تأخذ يعني جزءا من الوقت اللي يعني يصبح مستنزفا بيروقراطيا، فتمتد مثل هذه القضايا إلى أشهر طويلة. والآن نشاهد نموذج سنة ونصف وهو معلق ويعاني إشكاليات كبيرة جدا في هذا الجانب، لأنه أيضا كما قلنا الإيجارات والأمور المالية وتكاليف الحياة لا ترحم. دكتور فؤاد، سؤالي لك يعني على الأقل كيف تقرأ قانونيا مشكلة أخونا عادل؟ دكتور فؤاد، طيب معلش دكتور فؤاد، طيب حاولوا معلش مرة أخرى أحول السؤال لأخونا خالد. يعني قانونيا إذا كان مثل هذا الخطاب اللي جاء له خطاب فصل، هل من حق الشركة أنه تنهي، وماذا يتبعها قانونيا ويستلزم أنها تقدم للموظف؟ نعم، يعني وخاصة بس نقطة مهمة أنه يعني على الأقل أنهت خدماته في غير الوقت، ليس في نهاية السنة المعتادة. نعم، قانونيا قبل انتهاء. هذا طبعا يعتبر فصل تعسفي. والشركة تتحمل الآن أمام مكتب العمل المفترض أنها تتحمل جميع الأضرار المادية والمعنوية اللي صدرت عن هذا القرار، والأضرار حتى المالية اللي من تبعات هذا القرار اللي تحملها عادل، كونه مثلا أترتبت عليه ديون، أترتبت عليه مشاكل مالية، المفترض تحسب كل الأضرار حقت عادل مع تعويضات مع غيرها وتتحملها. أستاذ خالد، جميل. يعني على أساس هنا في يعني هي فصلت فصل تعسفي، المفترض إذا في فصل تعسفي مثلا عليها أنها تدفع مستحقات معينة بشكل معين، ولا جميل. تلتزم بدفع كل شيء. طبعا كل الأضرار. ليه؟ لأنه الآن مثلا لما فصلت الموظف تعسفيا، بعدين طبعا هنا الموظف توقف راتبه وعقده ما انتهى، هنا الموظف ترتبت عليه غير أنه انقطع راتبه وأشياء، ترتبت عليه أضرار مشاكل أخرى. الموظف قد يكون اضطر الآن أنه يستدين ويتحمل ديون ويتحمل أشياء، وخسر يعني أشياء مالية كثير، قد يضطر أنه يبيع حاجات وأشياء عشان يعيش ويصرف على بيته وعلى أولاده. مفهوم قانونيا على الأقل مفهوم من فصل التعسف؟ يعني أنا الآن شركة فجأة كان لديها تخطيط يعني طويل المدى وفيه يعني مبالغ وإيرادات ترد إلى الخزينة، وفجأة حصل لي دروب معين مثل ما حصل في دول العالم، أمريكا بقوتها حصل. الآن أنا محتاج أنه جزء من حلولي لتقليص المصروفات إزاحة أو فصل الموظفين. جميل. كيف ما الحل هنا؟ يعني هل ملزم أنا بكل موظف بدل ما أقلل إيراد مصروفاتي أزيد المصروفات؟ جميل. هو طبعا يعني الأمور ما تؤخذ بشكل يعني فوضوي من أصحاب الأعمال أو من أصحاب الشركات. أكيد هذول أصحاب الأعمال والشركات عندهم دراسات وعندهم خطط مستقبلية وعندهم تخطيط. لما يجي بده يقلص التكاليف والأشياء هذه، مو معناته إنه هو يجي يحسب نفسه يعني كده خالي ما عنده أي مسؤوليات يقوم ينقص الموظف، ما في التزامات قانونية أو شيء. لا، لابد هو يجي ينظر إيش عنده من عقود ملتزم بها مع شركات ومع موظفين ومع ناس ومع تأمينات ومع أشياء إلى نهاية السنة المالية اللي هو مقررها عنده، وبعدين على ضوء هذا الأساس يبدأ يقلص من السنة القادمة ويشعر الناس هذول. أما يجي فجأة كده، لا طبعا هذا غير مقبول قانونيا. يعني ليش؟ لأنه يعني هو ما هو حر الآن يعني بهذا التصرف. في ناس موظفين متعاقدين معاه في شيء اسمه عقد سنوي. الموظف الآن لو هو جاء في نص العقد السنوي وجاء وترك العمل من حاله، من حق صاحب العمل انه يحاكم الموظف هذا اللي ضرني وسيب عملي وكذا، ويحمله جميع الأضرار المالية والمادية. ليه؟ لأنه هذا مدير أو مسؤول أو فني أو خبير ترك العمل اللي أعرفه أنا على حد علمي البسيط جدا، إذا الموظف مثلا خرج في غير وقته أنه مثلا نهاية مكافأة نهاية الخدمة تلغى عنه. نعم. هذا من حق الشركة. نعم. إيش العكس بالعكس يعني إذا هي فصلت إيش المطلوب عليها؟ يعني ومو بس هذه مكافأة نهاية الخدمة، بل حسب وضع الموظف وحسب الأضرار اللي سببها لصاحب العمل يحاسب ويقاضى عليها. يعني لا، قد يكون موظف عادي بسيط مو مشكلة، لكن في موظفين كبار لما يترك العمل قد يخسر الشركة ملايين،
قد يعني يسبب لها أضرار كبيرة. الشركة من حقها تقاضي. كذلك بالعكس، الشركة لما تجي لمجموعة موظفين عندهم بيوت وعندهم مسؤوليات وعندهم أسر، وتجي لهم فجأة وإنسان عايش ومخطط حياته بطريقة معينة وبدخل معين، وتجي له فجأة وتقول له أنت الآن راتبك من 7000 3000 أو أنت 10 صار راتبك 2000 وأنا ماني مسؤول عن كذا وأنا مسؤول عن كذا، هذا طبعا غير مقبول، هذه فوضى. هو يتحملها. إذا كان ما يبغى يتحملها المفروض إيش يسوي؟ يشهر إفلاسه. يشهر إفلاسه، يجي يقول أنا فلست، يبين إنه فلس، يبين إنه هو غير قادر. إشهار الإفلاس ممكن يبعد عنه أي تبعات. هنا الإفلاس له آلية وله أشياء وله قوانين يمشي عليها. الدكتور فؤاد عاد إلينا وخلنا نأخذ على الأقل على المستوى القانوني تفاصيل، يعني أبرز تطورات هذه القضية، قضية أخونا عادل المحروقي. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييك أستاذ أنور، وأحيي هذه القناة الرائدة والمتميزة في إصلاحاتها. والذي رأيناه فيما رأيناه سواء كان في الجرائد اليومية أو كان في القناة العربية وقناتكم أيضا، عروجا على كل التفاصيل التي أتى بها زميلنا المستشار الحلواني والأستاذ عادل المحروقي. فأرى أن هذه الكارثة لجميع الموظفين الذين لا يعرفون تفاصيل النظام الذي وضع من أجلهم. بداية عند الفصل، لحظة الفصل، يجب على هذا الموظف أن يتخذ الإجراءات الصحيحة السليمة لرجوعه مرة أخرى إلى مقر عمله، وذلك من خلال النظام وبقوة النظام. ما قام به الأخ عادل وهو الرفع إلى مقام الأمارة، ومن ثم توجيه الخطاب إلى مكتب العمل، ومن ثم اللجنة نظرت في الموضوع، أخذت 15 إلى 18 شهر من تاريخ الفصل. نعم. ولكن النظام في مادته 75 تنص على أنه في خلال 15 يوم من بدء استلامه الاستقالة أن يتقدم إلى رئيس مكتب العمل في المنطقة التي هو فيها، ومن ثم يقوم هذا الرئيس بتوجيه خطاب إلى الشركة بحل الموضوع بشكل ودي. إذا رفضت هذه الشركة أن توافق على هذا الحل الودي، يقوم مكتب العمل بتحويلها إلى اللجنة المختصة طبقا للمادة 5. طيب حدثني معلش يا أستاذ دكتور فؤاد، حدثني عن حالة عادل بالضبط، إيش اللي صار فيها؟ أنا حقيقة قرأت الحالة وفي جريدة تحت الصحف صباحا، ثم اتصلت على الأخ المحرر، ومن ثم تعرفت على الأخ عادل في ظرف تقريبا أسبوع أو 10 أيام. ومن ثم طلبت منه جميع الأوراق وعرضت المساعدة المجانية له. نعم. جزاك الله خير. حتى يتسنى له الوصول إلى حقه بأسرع وقت ممكن. جميل. الكارثة هنا أنه تحصل على حكم، صحيح أن الحكم ليس حكم ابتدائي، حكم في صالحه، ولكن يعني في الطلب الأصلي يجب أن يطالب بالتعويض عن الفترة كاملة. النظام يعني يعطيه هذا الشيء. إلى جانب الرواتب وإعادة الموظف إلى عمله مرة أخرى. فتحصل على هذا الحكم بعد 16 شهر. خلال 16 شهر يعني من أين يصرف، من أين يكون له مورد حتى يصرف منه على أهله وعلى أبنائه. فالنقطة الأهم من ذلك أن النظام هنا لم يطبق بتوزيع محاكم العليا اللي هي الاستئنافية في جميع المناطق. الشخص لا يستطيع أن يذهب إلى الرياض ويتكلف مبلغ 1000 ريال وال1500 ريال حتى ينظر إلى في جلسته اللي سوف تنعقد في 8/4 سنة 31. ما بالك الجلسة التي بعدها، وهكذا يعني سنتين حتى يتم التصديق على هذا الحكم الابتدائي. ولكن إذا أخذ العامل، إذا أخذ عادل طبق النظام وتماشى مع النظام بحذافيره، كان قد يعني من ممكن أن يصل إلى حقه